انا بالنسبه إلي اللي مخرب منظومه ريال مدريد رودريجو، لا هو انشيلوتي ولا حتى كيليان امبابي. انا راح احكي لكم ليش، واحكوا لي انتم بالتعليقات اذا كان كلامي صح او لا. اكيد كلكم شاهدتوا مباراه ريال مدريد بالامس، واكيد كلكم شفتوا رودريجو اللي كان بيلعب جناح يمين. وما حد يقول لي ما هو رودريجو مش هذا مركزه الاساسي، لانه رودريجو له 4 مواسم تقريبا بيلعب بهذا المركز. والكلام اللي انا راح احكيه 90% للناس اللي بتقول انه الغلط كله من انشيلوتي. انشيلوتي بيعمل اللي عليه وملاعب لك 3 مهاجمين، فينيسيوس ومبابي ورودريجو. ولو لعب بمبابي وفينيسيوس لحاله راح تطلعوا برضه تقولوا انشيلوتي جبان وبيلعب دفاع. اذا انتبهتوا للمباراه بالامس ولرودريجو بالاخص، رودريجو كان كثير يروح لجهه اليسار اللي فيها مبابي وفينيسيوس اساسا، وهي مش بحاجه له. وكثير كمان كان ينزل للعمق قلب الهجوم، وكان يترك اليمين فارغ زي ما انتم شايفين بالصوره. رودريجو اللي 90% كان بيسحب كل المدافعين لجهه فينيسيوس ومبابي ومترك جهه اليمين فاضيه. يعني المفروض انه فينيسيوس على الشمال واحيانا ببدل مع مبابي، يعني مش بحاجتك، انت المفروض تضل على اليمين. واكبر دليل لكلامي لما انشيلوتي بدله ونزل ابراهيم دياز، شو اللي صار؟ سلامة خيركم، ابراهيم دياز سجل هدف وصنع هدف، بغض النظر انه كان مطلع فينيسيوس وكان مطلع مبابي. بس لو حتى فينيسيوس ومبابي ضلوا موجودين دياز راح يسجل ويصنع، لانه ابراهيم دياز ما بيتفلسف في مركزه وبيلعب بمركزه ابا عن جد. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية توني كروس، أنا معاك توني كروس أثر على ريال مدريد وكثير كمان، بس برضه يا حبايب قلبي أنتوا بتحضروا وبتتابعوا كرة قدم من سنين مش من سنتين وثلاث. توني كروس ما بيلعب مع نادي ريال مدريد من يوم ما النادي تأسس لحد اليوم، مثله مثل الأساطير كلها اللي طلعت من قبله، وريال مدريد ما تأثر وجاب البطولات. أنا ما بقول لك إنه توني كروس ما أثر، لا أثر وكثير كمان، بس أنت بدك تستنى وتصبر على ريال مدريد بدونه. وأنا ما بقول لك لا تنتقد ريال مدريد، لا انتقده، بس انتقده بضمن المعقول. كرة قدم، مش تنتقده وتخليه نادي عادي واقل من عادي ومبابي صفقة فاشلة وخرب اللعب وخرب الدنيا. ما هو بدك تكون واقعي، انت متابع كرة قدم، يعني المفروض انت تفهم كرة قدم. فمن الاخر اللي بدي اوصل لكم اياه، ريال مدريد بده شوية صبر. الموسم الماضي ريال مدريد باول 5 جولات كان زي هيك تقريبا وما كان مقنع من مرة، وبعدين شو اللي صار؟ فاصبروا على ريال مدريد وعلى كيليان مبابي بالاخص، وشوفوا مدريد ومبابي وفينيسيوس شو راح يعمل. وبالنهاية وكالعادة هلا مدريد.